السلام عليكم ورحمة الله. ذكرت في فيديو سابق إني راح أحكي عن الأستاذ أحمد دعدوش على اعتبار إنه هو شخصية مؤثرة بالفضاء العربي والإسلامي. طبعا حديثنا راح يكون عن المؤثر، يعني نحن مثلا شو هي نوعية التأثير اللي بنبحث عنها بشخص من الأشخاص، وبناء عليه بنقول إنه هذا الشخص هو مؤثر بحياتنا، سواء من الفضاء الافتراضي أو بالحياة العامة. طبعا الأستاذ أحمد دعدوش هو شخص أكاديمي، دارس اقتصاد، دارس علوم إسلامية، مختص بمجال الأديان، باحث ومفكر، بيحكي بقضايا اجتماعية سياسية ودينية. مؤسس قناة السبيل على اليوتيوب اللي فيها مواضيع عن السياسة، تلخيص كتب، الحديث عن شخصيات مهمة عامة، الحديث بقضايا المرأة، طرح قضايا فكرية، طرح قضايا دينية سياسية إلى آخره. بالإضافة إلى أنه هو مؤسس كمان موقع السبيل على النت، اللي بيضم كمان موسوعة خاصة فيه، اللي بيضم مقالات عن قضايا متنوعة، اللي فيه إصدارات لكتب مجانية بتقدروا تحملوها بشكل مجاني تستفيدوا منها. لكن شرحي هذا ما بيغني عن مطالعة الموقع وتصفح الموقع من ناحية، ومتابعة قناة السبيل على اليوتيوب اللي حتى فيها بقوائم التشغيل مجموعة من الحلقات الخاصة بالأطفال اللي بتبسط المعلومة للطفل. وبناء عليه أنا كمان بنصح يعني أو بتمنى إنه يتم التبرع لهي القناة من باب الصدقة الجارية في مجال بناء الجيل. طيب، هلأ إجا الوقت اللي نحن نحكي فيه عن المؤثر، عن التأثير بطبيعة الحال. شو هو التأثير اللي نحن عم نبحث عنه، وعن المؤثر اللي بيصب محتواه بخانة هذا التأثير اللي نحن بنتمناه وبنبحث عنه. طيب، بداية نحن لازم نعرف سبب وجودنا بهذا الكون، واللي بنلاقيه بالآية الكريمة اللي بتقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وربنا قال بآية كريمة تانية إني جاعل في الأرض خليفة. بناء عليه التأثير اللي نحن عم نبحث عنه لازم يصب بخانة عبادة الله من ناحية، وبخانة تحصيل المنافع، منافع تحقيق استخلافنا بالأرض. وأي تأثير بحقق هذا النفع هو تأثير جيد بحقق هاي الغاية بالنهاية. طيب، أما أي تأثير تاني خارج عن نطاق هدول الهدفين اللي مثل ما أن نحن هدف عبادة الله في الأرض، وهدف الاستخلاف، هو هذا تأثير غير مطلوب، وهو بالحد الأدنى على أقل تقدير يعني هو تأثير غير مطلوب وغير مرغوب. ليش؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال بالقرآن الكريم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فأكيد سبحانه ربي وتعالى يعني ربي عن أنه يخلق الإنسان عبث وبدون أي هدف واضح، أو بدون أي هدف سبحانه ربي وتعالى. طيب، بعد ما عرفنا نوعية التأثير اللي نحن عم نبحث عنه، أصبحنا قادرين على البحث عن الشخص اللي بيمتلك هذا النوع من التأثير تبعا للمواصفات اللي بتحددها أحاديث نبوية شريفة، مثل الحديث اللي بيقول فيه صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. تمام؟ طيب، شو اللي بيجي بمقدمة هذا النفع أو التأثير؟ يعني هو النفع اللي بيصب بخانة العبادة، لأنه مثل ما أن ربنا خلقنا للعبادة، فأي تأثير بيصب بخانة العبادة فهو هذا التأثير المطلوب بالدرجة الأولى. بعدين بيجي مثل ما أن التأثير اللي بيصب بخانة أعمار الأرض عموما. طيب، طالما أنه الإنسان المحبوب لله عز وجل هو النافع للناس، فأكيد هذا التأثير اللي نحن عم نحكي عنه أو النفع اللي عم نحكي عنه اللي عم بيقدمه للناس هو لازم يكون لزاما في إطار عبادة الله وفي إطار تحقيق مصالح الناس الدنيوية. تمام؟ نحن في عنا حديث ثاني كمان بيقول من كان، وهذا حديث واضح وعام، يعني من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. بالتالي إذا كان النفع المقدم أو التأثير، يعني خليني ركز على مفردة التأثير، ضمن إطار الخير حتى ولو بالقول، لأنه وسائل التواصل الاجتماعي بالنهاية بتقدم
بتقدم محتوى اللي هو بطبيعة الحال معتمد على الكلام وعلى الوصف وعلى القول وإلى آخره، من هاي المفردات اللي بين قوسين هي ما مفردات عملية. تمام. فهذا هو الشخص اللي نحن بنقدر نقول عنه إنه بيحقق التأثير المطلوب لنا، وخلاف ذلك هو تأثير مذموم طبعا أو قطعا. طيب بعد ما عرفنا نوعية التأثير المطلوبة والمؤثر اللي بيقدم هذا النوع من التأثير، لازم تكون بوصلتنا مثل ما بيقولوا دائما محكومة بأحاديث تالية مختلفة عن الأحاديث الأولى. الحديث الأول وأنا ذكرته بالفيديو السابق: احرص على ما ينفعك. وبالتالي برجع بأكد على مسألة أي تأثير لا يوجد فيه نفع للإنسان مرتبط بالعبادة بالدرجة الأولى اللي هو هدفنا الأساسي، من هدف وجودنا الأساسي بالحياة، وما بيصب بخانة إعمار الأرض، فهو بالتأكيد من نوعية التأثير الضار. طيب في عنا الحديث الثاني اللي بيقول لك: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. التأثير اللي بيستنزف كل هاي المسائل، اللي بيستنزف شباب البني آدم وصحته وأوقات فراغه وحياته كلياته وما بيؤدي إلى رضا الله، بالنهاية هو تأثير مهلك بلا شك. لأنه نحن اليوم عم نشوف على وسائل التواصل الاجتماعي سيل جارف من الشخصيات اللي بتسمي حالها مؤثرة، لكن وين التأثير اللي عم بيقدموه بأي اتجاه؟ هذا حكم هذا الموضوع بيرجع لإلكم بعد ما نحن فصلنا بهاي المسألة. في عنا الحديث الثالث اللي بيقول: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. هون لازم تسأل نفسك عن التأثير اللي أنت تلقيته طوال حياتك وأفنيت فيه عمرك وأفنيت عليه صحتك. هو التأثير الإيجابي؟ هو التأثير اللي كان واضح بالآية الكريمة؟ هو التأثير اللي كمان مرتبط بالآية الكريمة اللي بتوصف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وبتقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ طيب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بلغنا الرسالة مشان كمان نكون رحماء للعالمين. طيب وين التأثير اللي هو فيه رحمة، اللي هو بيوصلنا للنقطة الهدف، بيوصلنا لتحقيق غاية العبادة؟ إذا كنا ماشيين بهذا الاتجاه فهاي الجائزة الكبرى، أما إذا كنا ماشيين بالاتجاه المعاكس فهاي الطامة الكبرى. والله أعلم. سبحانه ربي وتعالى. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كمان بيختصر موضوع وجودنا بالأرض، بيقول: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامس فتهلك. يعني إذا أنت كنت خارج هذول الأربعة معناته أنت وجودك عبثي، يعني مثل ما خليني أقول مقضيها تسلاية، مقضيها مضيعة وقت. تمام. فالتأثير اللي بتتلقاه أنت لازم يكون ضمن هذا الإطار: عالم أو متعلم أو حتى مستمع، يعني قاعد عم تسمع لفائدة، بتقول الله يجزيه الخير فادنا، الله يجزيه الخير أعطانا معلومة مفيدة. تمام. وفي عنا الحديث هون اللي بيقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. هذا التأثير اللي نحن عم نحكي عنه لازم يكون رفعة للدرجات. لازم أنت تستشعر بكل لحظة أنه أنت عم تكسب من وراء هذا التأثير، سواء أنت كنت المؤثر أو أنت متأثر. يعني أنا لما استمعت للأستاذ أحمد دعدوش خلال السنوات الماضية تأثرت فيه للرجل. هو كان أنا وغيري طبعا كان عم يرتفع تلقائيا درجات، والله أعلم عند ربنا. طيب أنا ما عم برتفع درجات بنفس المقام؟ لا، أنا كمان بحس
أحسب إني كمان عم برتفع درجات، لأنه تأثيره اللي انزرع فيني يتعدى لمحيطي كمان، وهلا عم يتعدى عن طريق الفيديو هذا اللي أنا عم صوره. اللهم صل على النبي. وأنا لهون وصلت للنهاية. بتمنى نكون فهمنا نوعية المادة اللي بدنا نتلقاها من المؤثرين، أو على أساسها نبحث عن هدول المؤثرين مشان نطلع بنتيجة من هاي الحياة الدنيا فيها رضا الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله.